السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد علي من قناه نجرب وفيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، وربنا يا رب يتقبل منا صالح الاعمال ويتقبل منا الصيام والصلاه وقراءه القران. طبعا في رمضان لما كنا بنتسحر كان معظم السحور بيبقى عباره عن فول وجبنه، فول وبيض، يعني بيختلف الموضوع من حد للتاني، بس الاغلبيه تقريبا ما كانتش بتاكل طعميه، لان عشان تشتري طعميه وتخليها لوقت السحور وبتاع وبتكون بردت، والطعميه حلاوتها لما بتكون سخنه. فانا بتمشى كده في السوبر ماركت لفت نظري المنتج الغريب ده، الطعميه جمدوها يا جماعه. ده مش بس الطعميه المصري، لا كمان والطعميه السوري او اللبناني او الشامي اللي هي بالحمص عملوا منها برضه مجمدة. فجبت المنتجين هما من شركة بسمة وقلت نشوف ونجرب هل يستحق التجربة ولا افتكاس على الفاضي. فقبل ما نبدأ كده فيديو لايكوكو الجميل، واللي مش مشترك في القناة يشترك. وبمناسبة العيد في عرض جامد جدا، ان انت اول ما تدوس كلمة اشتراك هتلاقي كلمة اشتراك او سبسكرايب، بدل ما هي كانت لونها احمر هتبقى لونها رمادي. فيعني اشتركوا في القناة مش هتخسروا حاجة. ويلا نبدأ الفيديو. طيب احنا معانا هنا منتجين من شركة بسمة، اللي هو فلافل نص مقلية مجمدة. دي شكلها، دي اللي هي المصري. هو المصري يعني اللي هي بتبقى معمولة من الفول والبقدونس والكلام ده والخضرة، وبيبقوا مطحونين مع بعض. اما اللبناني فهي حتى هي اسمها كده فلافل حمص نص مقلية. سعر الطعمية المصري 18 ونص، وسعر الطعمية اللبناني 20 ونص. طب تعال نشوف الاول المصري مكوناتها ايه. طيب هي 400 جرام، مكوناتها فول مجروش وبقدونس وكرات وبصل وتوم وملح طعام وكزبرة والتوابل وزيت نباتي. مفروض ان هي خالية من اي مواد حافظة او كيماوية. بس تاريخ الانتاج سنة، فازاي خالية من اي مواد حافظة او كيماوية؟ مش عارف. لو حد عنده معلومة في الموضوع ده يكتب لي في الكومنتات. طيب هي طريقة التحضير: بمجرد خروجها من الفريزر تتقلي في زيت مغلي على درجة حرارة 180 لمدة من 4 ل 5 دقايق. طيب تمام. وهنا مفيش اي حاجة مكتوبة. طيب تعال نشوف اللبناني بالمرة مكوناته ايه. ده واضح ان هو منتج، يعني كانوا عاملين الاول اللي هو الفلافل المصري وبعد كده فلافل اللبناني، حتى مكتوب عليها جديد. بس انا اول مرة اشوف الاتنين اصلا، فمعرفش هل حد شاف المنتجات دي قبل كده في السوبر ماركت، يكتب لي برضه في الكومنتات. هي مكوناتها حمص وبقدونس وبصل وتوم وملح طعام وكزبرة وتوابل وزيت نباتي. طيب هم المفروض هما الاتنين 400 جرام، فالمفروض بنخرجهم من الفريزر على طول، ما نستناش يفكوا وندخلهم يتقلوا ونجرب. طب تعال نفتحهم بسرعة كده قبل ما نقليهم. دي اللي هي اللبناني. تعال نفتح كده الكيس ونشوف. طب هي الطعمية بصوا قد ايه. طبعا صغيرة جدا، يعني بالكتير قوي على قطمتين يعني، ولونها فاتح شوية، بس طبعا مفيش اي ريحة يعني. طيب ما تيجي نعد هما كام واحدة شوف، يعني فضول بس مش اكتر. ادي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. دول 23 طعمية. طيب 23 طعمية يعني تقريبا طعمية القرص الواحد اقل من جنيه. طب تعال نشوف الطعمية المصري. ريحة ضربت على طول، ريحة الكرات والخضرة ايه ضربت، حتى الطعمية باينة من بره ان هي لونها اخضر. تعال نفتح الكيس ونشوف برضو كام واحدة. طب ده شكل القرص، لونه اخضر جدا يعني.
تقريبا نفس الحجم ده. تعال نعد بقى ونشوف كام قرص. 2 20 22 24. هم دول 24 قرص ب 18 جنيه ونص، فبرضه الواحدة أقل من الجنيه زي دي. طب خلينا بقى نروح لمرحلة القلي ونرجع تاني عشان ندوق ونقيم. ورجعت لكم تاني بعد ما قلينا، بس يعني ايه، مش عارف انا مشكلة القليات الحاجات المجمدة دي في الزيت بالنسبة لي بتبقى عاملة مشكلة. الحاجة بتلون بسرعة وبحس انها مستوتش من جوه يعني، فمش عارف. بس هو فيه روايح حلوة قوي بصراحة يعني. وطبعا انتوا لما تشوفوا المنظر من اول مرة مش تبقوا عارفين فين اللبناني ولا السوري دي من المصري. يعني الاتنين نفس اللون تقريبا، بس اللي هيميز المصري عن اللبناني ان دايما الطعمية اللبناني مبيبقاش فيها اللي هو الخضرة والكزبرة والحاجات دي. فدي مثلا اهي اللبناني، وادي المصري، دول بعد القلي. فتعال نشوف اللبناني. لا ريحة حلوة والله يعني. طب تعال ندوق. والله هو الطعم يعني الى حد ما خفيف، بس قريب قوي يعني من الطعمية اللي بتتباع في المحلات السوري. طب تعال نشوف الطعمية المصري. تعال ندوق. بسم الله. شكلها من جوه لا، في المصري هنا طبعا حسيت بطعم الحرشنة بتاعتها، لان مكوناتها كلها اطعمة قوية يعني. فلا التجربة بصراحة كويسة، وانا هميل اكتر للطعمية المصري. هي اللي هي السوري او اللبناني دي حلوة قوي، بس اعتقد هتبقى احلى لما تتاكل في ساندوتش كده مع الطحينة او التومية والخيار المخلل كده، ويتلفوا في ساندوتش مع بعض. لكن الطعم المصري ممكن تتاكل كده جنب طبق فول او حاجة غموز يعني. وبس كده. ده كان فيديو النهارده، فيديو كده سريع خفيف، ابديت للمنتجات الموجوده في السوق. واعتقد يعني الفيديو ده او النوعيه دي من الفيديوهات انتوا بتحبوها، اللي هي الحاجات المجمده اللي في السوبر ماركت. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدينا اللايك الجميل، ولو مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي جايه. هتلاقي في صندوق الوصف لينك صفحه الفيسبوك، ممكن تعملوا عليها متابعه، وبرضه هتلاقوا اكونت الانستجرام ممكن تعملوا متابعه. كل سنه وانتم طيبين مره تانية، وعيد سعيد، وشكرا ليكم. سلام.